السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. هنعمل مع بعض النهاردة طريقة سهلة كده للبيتزا. هنعملها بالسجق. يا رب تكون بس تعجبكم ان شاء الله. طريقة سهلة جدا ليها. هقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. معايا كيلو دقيق. الدقيق اللي معايا ده دقيق 5 نجوم، انا اول مرة استعمله. احط عليه كده معلقتين لبن بودرة، رشة ملح، نص معلقة بودر، معلقة سكر. معايا كده معلقة خميرة كبيرة هنزل عليها بكوباية مية دافية. انا بختبر الخميرة بتاعتي الاول. هنزل على الخميرة كده بمعلقة سكر. هدوب كده السكر مع الخميرة. انا بختبر الخميرة بتاعتي الاول. معايا كوباية زبادي، معلقتين خل. الخل ده ممتاز جدا في اي عجينة، مع الكيكة، الباتيه، اي عجينة بيخليها هشة وجميلة. معايا معلقتين زيت زيتون، معلقتين كبار كده زيت زيتون. لو ما عندناش زيت زيتون ممكن نستعمل زيت عادي. هنزل بقى بكوباية مية دافية كده. طبعا الدقيق بتاعي ممكن فيه دقيق بيحتاج كوباية مية، ممكن دقيق بيحتاج اقل، حسب نوع الدقيق اللي عندنا. الدقيق 5 ستار ده يعني حلو قوي في العجين وفي الخبيز، بس هو صراحة يعني غالي شوية، فممكن نستعمل الدقيق العادي. طبعا الدقيق بتاعنا احنا بنبقى نخلينه ده اكيد. هقلب بقى كده الدقيق بتاعه، بعد كده هستعمل ايدينا كده. هو خد كوباية مية كاملة. هنزل بقى بالخميرة كده. خلاص بقى كده نستعمل بقى ايدينا. طبعا ايدي لازم استعملها في اي معجنات. لو ما عنديش بقى، لو عندي عجان. بصوا كده ما شاء الله اللهم بارك. انا بفصل الفيديو عشان ما يبقاش طويل عليك. وانا كده عجنت الدقيق بتاعنا ما شاء الله كده. الخميرة العجينة بتاعتي خمرت خالص. الكمية اللي انا مستعملاها دي كيلو دقيق. هي العجينة مش بتلزق ولا اي حاجة. هقطع بقى كده العجينة بتاعتي لكور كده وافردها. ممكن افردها بالنشابة وممكن افردها في الصينية، المتاح عندنا بنعمله. معايا بقى صلصة كده. الصلصة دي انا عاملاها في البيت. معايا طماطم انا خالية منها القشر، ضربتها في الخلاط مع ملح، مع ربع معلقة زعتر. وبحط بقى التوابل كلها بتاعتي وفلفل اسمر، وبحط فصين توم. بدهن بقى كده الوش بتاعي بقى كله كده بالصلصة. بحط بقى الجبنة الموتزاريلا. الجبنة دي انا اول مرة استعملها بس ما كانش حلو خالص. انا قلت هخلص الكمية اللي عندي ومش هستعمل النوع ده تاني. معايا بقى فلفل الوان كده. اي حاجة بقى هي عندنا احنا بنحطها، مش لازم نقف على حاجة معينة. السجق بتاعنا دون انا حمرته كده على البوتاجاز مع بصلاية صغيرة، وقلبته بس تقلبتين كده وخلاص. بص ما شاء الله بعد ما استوت كان طعمها حلو قوي قوي قوي. ما تنسونيش بقى في اللايك، ولو اول مرة تشوفوا القناة
ممكن تشترك فيها وتفعل زر الجرس. نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اقطع بقى البيتزا بتاعتي كده مثلثات. عندي بقى كاتشب، عندي مايونيز، حسب ما الاولاد بقى بيحبوها. بصوا بقى انا هوريكم الجبنه ما كانتش بتمط معايا وسايحه كده وحلوه. اول مره اجيب النوع ده وما عجبنيش خالص. بس بصوا العجينه نفسها كانت حلوه جدا، وعجينه هشه وخفيفه. وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.